الأهلي بيفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء ويسير نحو تحقيق لقب الدوري الممتاز رقم 43 في تاريخه بدون هزيمة. كمان الزمالك بيعمل ريمونتادا على نادي فيوتشر بعد ما كان خسران بهدفين مقابل لا شيء، بيرجع للمباراة والزمالك بيفوز على فيوتشر ب3 أهداف مقابل هدفين، وكده الزمالك بيحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز وفيوتشر في المركز الرابع. أعرفك ترتيب جدول الدوري الممتاز لحد دلوقتي، وأعرفك هل هدف الإسماعيلي في النادي الاهلي صحيح ولا لا، وايه الحوار اللي دار ما بين محمد هاني وباهر المحمدي، وهعرفك اخر التعديلات اللي حصلت في بطولة السوبر ليج، وباين كده ان فوزي لجع مش هيسيبنا في حالنا. واخر حاجة هكلمك عليها هي طلبات وشروط فتوح للتجديد لنادي الزمالك. كل ده واكتر عزيزي الاهلاوي هتعرفه في حلقة النهاردة، فلو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقة جديدة، ده برنامج نسر الاهلي وانا ابانوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، ازيك؟ الاهلي بيفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء ويستكمل مسيره اللا هزيمه واقوى خط دفاع في الدوري واقوى خط هجوم. الاهلي دلوقتي عنده 75 نقطه، لو بيراميدز خسر او اتعادل قدام سيراميكا كليوباترا يتوج النادي الاهلي رسميا بطلا للدوري الممتاز، ولكن في حاله فوز بيراميدز على سيراميكا هيبقى فاضل للنادي الاهلي نقطتين وان شاء الله ناخدهم في مباراه الزمالك. كمان الزمالك بيعمل ريمونتادا حلوه جدا على نادي فيوتشر وبيفوز عليه ب3 أهداف مقابل هدفين وبيحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز. والزمالك لو خلص الدوري في المركز الثالث فاحنا هنشوف صياح وعياط للصبح. هيطالبوا اتحاد الكوره ان هم يشاركوا في دوري ابطال افريقيا، لان النادي الاهلي الموسم اللي فات خلص الدوري في المركز الثالث وشارك في دوري ابطال افريقيا وكسب البطوله. يعني هتشوف صياح وحزق ومزق من اللي قلبك يحبهم. كمان في لقطه مش قادر اخرجها من دماغي لما شفت فرحه شيكابالا وزيزو لما كسبوا فيوتشر النهارده وخدوا المركز الثالث. اللقطه دي كانت في مباراه السوبر المصري لما الاهلي احرز هدف وعلي معلول راح يحتفل مع جمهور النادي الاهلي وكان بيشاور على تيشيرت النادي الاهلي وبيقول لهم ان الاهلي رقم واحد، عشان يطلع من وراه واحد بصرم يقول له انتوا ثالث الدوري رقم واحد ازاي، وعمال يعمل له كده اكتر من مره. فلما شفت فرحه الشخص ابو صرم النهارده في فوزه على فيوتشر واحتلاله المركز الثالث افتكرت الموقف ده. اي حاجه هتعملها وهتتريق عليها هتتعمل فيك. اللي نادي الزمالك عمله في كهربا دلوقتي بيتعمل في شيكابالا وعليه غرامه $1,500,000 لنادي سبورتنج لشبونه، فبلاش تتهور وتحط نفسك معايا في اي موقف. كولر عزيزي الاهلاوي نزل مباراه الاتحاد السكندري بخطه 4-3-3، وبصراحه هو كان مريح جزء من اللعيبه لمباراه الزمالك والجزء الثاني ريحهم الشوط الثاني. الشناوي في حراسه المرمى، 2 قلب دفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، الباك اليمين محمد هاني والباك الشمال علي معلول، 3 في نص الملعب محمد فخري والقندوسي واليو ديانج، ثلاثي خط الهجوم الجناح اليمين بيرسي تاو والجناح الشمال حسين الشحات وراس حربه محمود عبد المنعم كهربا. الاهلي بيسجل الهدف الاول في الدقيقه العاشره من ركله جزاء بيحرزها علي معلول، والهدف الثاني في الدقيقه 13 بيسجله كهربا باسيست من العالمي بيرسي تاو. بيرسي تاو بصراحه اللي كان يستحق النهارده رجل المباراه وعن جداره. النهارده كان فايق قوي في الملعب وبيلعب عشان يمتع الجمهور وبيلعب كوره حلوه. مع بدايه الشوط الثاني مارسيل كولر قرر ان هو يريح علي معلول واليو ديانج وبينزل خالد عبد الفتاح مكان علي معلول باك شمال وبينزل مروان عطيه مكان اليو ديانج. الدقيقه 74 بيطلع محمد فخري وبينزل محمد مجدي قفشه وبيطلع حسين الشحات وبينزل كابتن سطلان. وانا في اللحظه دي اتاكدت ان طاهر محمد طاهر مش بتاع كوره نهائي. اخر تغيير كان في الدقيقه 84 لما حس ان هاني تعب ومش قادر يكمل طلعه ونزل مكانه رامي ربيعه عشان يريح محمد هاني لمباراه الزمالك. وبتنتهي مباراه النادي الاهلي مع الاتحاد السكندري بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء وبيوصل للنقطه 75. وتعالى عزيزي الاهلاوي اعرفك ترتيب جدول الدوري الممتاز لحد دلوقتي. النادي الاهلي في المركز الاول ب 75 نقطه من 28 مباراه، الاهرام في المركز الثاني ب 67 نقطه من 31 مباراه، الزمالك في المركز الثالث ب 59 نقطه من 32 مباراه، فيوتشر في المركز الرابع ب 58 نقطة من 33 مباراة. وأما عن صراع الهبوط اللي بعض منه هيتحسم يوم الاثنين اللي جاي، حرس الحدود في المركز ال 18 ب 21 نقطة من 32 مباراة، غزل المحلة في المركز ال 17 ب 32 نقطة من 32 مباراة، الداخلية في المركز ال 16 ب 32 نقطة من 32 مباراة، أسوان في المركز ال 15 ب 33 نقطة من 32 مباراة،
طلايع الجيش في المركز ال 14 ب 33 نقطة من 32 مباراة، الإسماعيلي في المركز ال 13 ب 34 نقطة من 32 مباراة، سيراميكا كليوباترا في المركز ال 12 ب 34 نقطة من 32 مباراة. منافسة قوية جدا ومشتعلة جدا في قاع جدول الدوري، 7 أندية بيتنافسوا، عايزين منهم فريقين هيهبطوا رسميا مع حرس الحدود. تعالى بقى عزيزي الأهلاوي أكلمك عن هدف الإسماعيلي في النادي الأهلي، وهل هو هدف صحيح ولا لا؟ أولا الكادر مش مبين الكورة جت في إيد اللاعب ولا لا، ولكن في حاجات تاني نقدر نتسند عليها ومن خلالها نقرر إن كان الهدف صح ولا مش صح. أولا صورة اللاعب اللي أحرز الهدف، هل دي صورة لاعب فرحان بإحرازه هدف مصيري هينقذ فريقه من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، ولا دي صورة لاعب يائس لأنه عارف إن الكورة جت في إيده والفار هيبين ده والهدف مش هيتحسب؟ ثانيا باهر المحمدي كابتن نادي الإسماعيلي جري على الحكم وقعد يقول له إن اللاعب إيده كانت ثابتة، فمعنى كده إن باهر سأل اللاعب الكورة جت في إيديك ولا لأ، واللاعب قال له الكورة جت في إيدي، وباهر بيحاول يقنع الحكم إن إيديه كانت ثابتة. ثالثا بقى هو أنا محتاج أكسب النادي الإسماعيلي او حتى تعادل معاه؟ انا كده حسمت الدوري ومش محتاج اي حاجه من اي حد ولا محتاج مساعده من اي حد، ولكن كل المعطيات اللي انا قلتها لك بتقول ان الهدف مش صحيح وان الكوره جت في ايد اللاعب. طيب ايه المشكله اللي حصلت بين محمد هاني وبين باهر المحمدي وايه الحديث اللي دار ما بينهم؟ اولا سبب المشكله دي كلها هي جماهير نادي الاسماعيلي. جماهير الاسماعيلي اللي في الدقيقه 74 هتفت هتاف مستفز جدا، وكانوا بيقولوا الليله عيد تحيه لبورسعيد. طبعا كلنا عارفين هم قاصدين ايه بالهتاف ده، ولو مش مصدقني فتعالى اكد لك نظافه جمهور نادي الاسماعيلي ببوست نزلوه بعد الماتش. المهم بعد ما جماهير الاهلي سمعت الهتاف ده من جمهور نادي الاسماعيلي، هم كمان هتفوا وقالوا شمال يمين الاسماعيلي في المظالم. هي دي الحاجه اللي حرقت باهر المحمدي وخلته يحتك مع الجمهور. محمد هاني احد كباتن النادي الاهلي بكل عقل راح لباهر المحمدي وقال له يا باهر ما ينفعش تحتك مع الجمهور، فباهر رد عليه وقال له هو انت مش سامع هم بيقولوا ايه؟ فمحمد هاني قال له ايه المشكله يا عم، هتهبطوا الموسم ده وان شاء الله الموسم اللي جاي ترجعوا الدوري الممتاز تاني. هي دي الحاجه اللي عصبت باهر المحمدي وخلته يمد ايده على محمد هاني، وباهر المحمدي سمع حاجات ما كانش يحب يسمعها من جمهور النادي الاهلي، وبسبب الموضوع ده تم ايقاف جماهير النادي الاهلي اللي حضرت مباراه الاهلي والاسماعيلي من حضور مباريات تاني لنهايه الموسم. وهي دي يا سيدي كل الحكايه. تعالى بقى اقول لك على اخر تعديلات في بطوله السوبر ليج وفوزي لجع بيعمل ايه في القصه دي. اولا رسميا البطوله هتكون يوم 17 اكتوبر وهتنتهي يوم 1 نوفمبر، وهتكون بنظام البطوله المجمعه، يعني حاجه كده شبه بطوله افريقيا، يعني من الاخر البطوله كلها هتتلعب في بلد واحده. المهم بقى ان السيد فوزي لجع بيبذل قصارى جهده لاقامه البطوله في دوله المغرب، يعني 3 نهائيات متتاليين من دوري ابطال افريقيا يتلعبوا في المغرب، ونهائي بطوله افريقيا للشباب تحت ال 23 سنه بين مصر والمغرب برضه بتتلعب في المغرب، وكمان عايز بطوله السوبر الافريقي تكون في المغرب في النسخه الاولى ليها، مع العلم ان نادي الوداد المغربي مشارك في البطوله. هو في ايه بجد؟ انا مش فاهم اي حاجه ومش فاهم الراجل ده وصل لدرجه ايه عشان يتحكم في الكاف بالطريقه دي. المهم ان تم رفع جائزه البطل ل 12 مليون دولار، يعني الفريق اللي هيفوز ببطوله السوبر ليج في النسخه الاولى ليها هيفوز ب 12 مليون دولار، والنسخه اللي بعديها هيتم رفع عدد الفرق المشاركه من 8 فرق ل 32 فريق. حرفيا هم عايزين يعملوا بطوله اقوى من بطوله دوري ابطال افريقيا. هتقول لي ازاي يعني هيعملوا بطوله سوبر اقوى من بطوله دوري ابطال افريقيا اللي بتاهل لكاس العالم للانديه؟ اقول لك يا سيدي ان اللي بيشارك في دوري ابطال افريقيا هو بطل الدوري في بلده والوصيف بتاعه، ودول مش شرط يكونوا فرق اقوياء، زي مثلا نادي الزمالك اللي واخد اخر نسختين من الدوري المصري الممتاز وكل سنه بيطلع من دور المجموعات. لكن هم لما يعملوا بطوله وكل الانديه اللي مشاركه في البطوله دي هيتم اختيارهم بناء عن التصنيف الافريقي بتاعهم، فمعنى كده ان هم هيجيبوا الفرق الاعلى تصنيفا في القاره، وبالطريقه دي فعلا هتكون اقوى بطوله وهتكون اقوى من دوري ابطال افريقيا، وبالتالي مكافئتها هتكون اعلى من مكافاه دوري ابطال افريقيا. ودي كانت كل المعلومات اللي معانا عن السوبر ليج الافريقي. انا بقى نخش على الموضوع اللي بعد كده واخر موضوع معانا في حلقه النهارده، وهو تجديد فتوح لنادي الزمالك. اولا فتوح بيوافق انه يجدد العقد بتاعه مع نادي الزمالك، ولكن ليه شروط. اولا فتوح عايز ياخد 20 مليون
مليون جنيه في الموسم، وكمان عايز 10 مليون مقدم عقد وهياخدهم كاش قبل ما يوقع على العقود، وتعديل القيمه الماديه بتاعته في الموسم اللي جاي وتتحسب على العقد الجديد، مع العلم ان لسه فاضل موسم في عقد فتوح القديم اللي هو الموسم اللي جاي. هو بقى عايز يعدل القيمه بتاعته في الموسم اللي جاي على العقد الجديد، يعني بمعنى اصح فتوح هيتعاقد مع نادي الزمالك لمده 3 مواسم من ضمنهم الموسم اللي جاي اللي هو اصلا لسه باقي في عقده. وبصراحه انا شايف ان هو عنده حق، الراجل برضه لازم يضمن حقه بعد اللي بيشوفه في نادي الزمالك. ودي كانت كل حاجه عن شروط وكواليس تجديد فتوح لنادي الزمالك. بكره الاثنين 10 يوليو في 4 ماتشات مهمين جدا بخصوص حسم مين اللي هيهبط من الدوري المصري الممتاز، ولو انها ممكن ما تحسمش اللي هيهبط بشكل رسمي ولكنهم مباريات هتكون مهمه جدا جدا. وعايز اقول لك ان ال4 ماتشات بتوع ال7 فرق اللي في مؤخره جدول الدوري الممتاز كلهم هيكونوا الساعه 8:30 عشان ما فيش اي فريق منهم يستنى نتيجه الفريق المقابل ويلعب عليها. الداخليه هيلعب مع نادي الاسماعيلي، وغزل المحله هيلعب مع البنك الاهلي، طلائع الجيش هيقابل اسوان، وسيراميكا كليوباترا هتقابل بيراميدز. حرفيا 4 مباريات هيكونوا مولعين نار بخصوص الهبوط لدوري الدرجه الثانيه. مباراه النادي الاهلي اللي جايه في الدوري المصري الممتاز هتكون قدام نادي الزمالك، وان شاء الله تكون مباراه تتويج النادي الاهلي بالدوري المصري الممتاز رقم 43 في تاريخ النادي الاهلي، وده هيكون يوم الخميس 13 يوليو الساعه 8:30. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي وبنتمنى من نادي الزمالك انه ما ينسحبش من المباراه، لان هم انسحبوا من مباراه السوبر اعتراضا ان كهربا هيشارك في المباراه. فانا عايز اقول لهم ان كهربا برضو هيشارك في المباراه اللي جايه. فهل انتوا برضو ثابتين على موقفكم وهتاخدوا كاس الكرامه ولا هتقرروا انكم تلعبوا الماتش؟ وبكده عزيزي الاهلاوي بتكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي. فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع ابانوب مفيد.